يا مساء الخير، كيف الحال؟ اليوم بنسوي دجاج بالمشروم والزبدة والليمون. طريقة بسيطة ولذيذة جدا. طبعا لما تجربونها بتعرفون. عندي هنا الدقيق وعندي صدور الدجاج. فيه الصدور طبعا بيكون معها قطع صغيرة خليتها بالحال وهذا لوحدها. نحط على الدقيق فلفل أسود وملح ونخلط. بعدين نجيب صدور الدجاج نحطها نغمرها في الدقيق، نشيلها نحطها على جنب. الصدور كلها نسويها بنفس الطريقة. حطيت زيت في الصينية وبنحمر الدجاج كله فقط تحمير. طبعا ياخذ تقريبا 8 دقائق على في الزيت وهو الزيت عشان يتحمر مضبوط. في نفس الصينية نحط الزبدة، نفس الصينية ما غيرنا الصينية ولا شيء عشان الطعم بيكون حلو في طعم الدجاج فيها، والزيت اللي كان فيها في طعم الدجاج. وبنحط عليها شوي زيت زيتون. نجيب المشروم ونحطه معاهم. المشروم طبعا قطعناه طازج او معلب، بس الطازج يكون افضل فيها يعني فيها الاطباق خاصه. نحمره معهم. شوفوا هذا اختياري. هذه صوص مع ليمون وزبده، كلهم مخلوطين مع بعض. لقيتهم في السوبر ماركت، كنت اسويه بدونه، لكن لما سويته بهذا فرق في الطعم والنكهه. مرة حلو. إذا ما كان عندكم يعني مو لازم، لكن أنا بحط منه الحين تقريبا نص كوب مع الخلطة حقتي اللي بتشوفونها الحين. الحين عندي هذه مرقة الدجاج، نحط معاها الدقيق ونخلطه عشان ما يتكلكع مع المشروم. يعني بعضهم يحطون على طول مع المشروم فيتكلكع. ونحط الليمون، عصير الليمون معاه وبشر الليمون كلهم مع بعض عشان هذا الصوص حق الدجاج بالمشروم. حطيت الخلطة وبحط الصوص اللي وريتكم اللي من فريشلي، اللي بالزبدة والليمون معهم. ونضيف عليهم ايش نضيف الحين؟ نضيف الدجاج يطبخ معهم لمدة ربع ساعة على نار متوسطة. طبعا انتم تشوفون خفيف الآن، لكن مع على نار هادية مو متوسطة، مع الغليان حيثقل شوي، يصير مو مرة ثقيل، شوي ثقيل مو كثير. ونخليه ربع ساعة على نار هادية.
نشوف الدجاج مع المشروم. طعم